طعامك. إذا ما استطعت تتوقف عن السكريات والنشويات قلل منها قدر الإمكان. قلل كمية النشويات بطعامك، يعني نص رغيف خبز أفضل من رغيف. لازم يرافق نظامك الغذائي صيام متقطع، وتخلص من تعدد الوجبات بأكلك خلال اليوم، لأنك بكل مرة بتتناول فيها وجبة طعام حتى لو تفاحة أو سندويشة صغيرة الأنسولين رح يرتفع عندك ويرتفع، ويوم بعد يوم انت رح يكون عندك مقاومة أنسولين. بدك تخلص من مرض السكري ويصير سكرك الصيامي 90 100، وبدك تخلص من السكر التراكمي ويصير عندك 4 4.5، وبدك تخلص من السكر العالي بالدم وتطلعه عندك. الأنسولين هو المشكلة. ابتعادك عن محفزات الأنسولين هي الحل. الحل بالرياضة، بالمشي، بنومك المبكر وعدم سهرك، بابتعادك عن الستريس والضغط النفسي، بمضغك للطعام، بشربك للماء، بوجباتك القليلة